الا قلت لكم بلي هذا الخبز هذا ما فيه لا خميره كيماويه ولا خميره صناعيه. حضرناه بطريقه التخمير اللي كانوا كيحضروا بها الاجداد. الخبز كيجي خفيف على المعده وايضا فيه بزاف ديال الفوائد. انا بالنسبه ليا كنسميه خبز السعاده لانه فعلا كيقاد الجهاز الهضمي، وملي كيتقاد عندنا الجهاز الهضمي راه كلشي في الجسم كيتقاد وكيرجع لبلاصتو، بالاضافه لانه كيجي بنين بزاف ما تشبعوش منه. والطريقه ديالو سهله، غير تبعوا معايا الفيديو وما تبخلوش عليا باللايك التعليقات والبارطاج باش تعمل الفائده. ونبداو على بركه الله. اول حاجه باش نحضروا هذا الخبز غادي نحتاجوا الخميره الطبيعيه او الخميره البلديه تكون عندنا نشطه. انا عندي هذه كانت بايته في الثلاجه، هذا علاش غادي نعاود نفعلها. غادي ناخذ هنا 50 غرام ديال الخميره ما يعادل 3 د المعالق. غنضيف عليها 50 غرام ديال الدقيق ما يعادل 3 او 4 ديال المعالق ديال دقيق القمح الكامل. وغادي نضيف عليها 60 غرام ديال الماء ونخلطها ونحطها غير في المطبخ تقريبا واحد ساعه ونص ساعتين. الا كانت الخميره نشطه راه كتاخذ واحد الوقت قليل، يعني ساعه ساعتين كاع. الا كثرات كتكون تفاعلت. الا كانت الخميره ضعيفه راه ممكن تاخذ لكم حتى ل 4 ديال السوايع. صافي هنايا كناخذ هذيك الخميره من بعد ما تفاعلات، كنوضعها في واحد الاناء، كنضيف عليها كاس ديال الماء انا كنخدم بالماء بارد من الصنبور. ماشي من الصنبور، عفوا من الفلتر، لانني كنخدم ماء مفلتر. ضروري تخدموا ماء مفلتر او ماء معدني او ماء اللي بايت في القله. هنا غادي نضيف واحد الكاس ديال الدقيق ديال القمح اللين اللي هو الفرينه بلديه مع ديك النخاله الرقيقه ديالها. غادي نخلط وغادي نضيف هنايا 2 كيسان ونص حتى ل 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض، على حسب الامتصاص ديال الدقيق وعلى حسب حتى الخميره ديالكم واش فيها الماء كتير ولا لا. غادي نخلط هنا مزيان هذيك العجينه، غير كنخلطوها حتى كتندمج وكنخليها ترتاح. هنايا من بعد ما كترتاح تقريبا من ربع ساعه حتى نص ساعه على حسب الوقت اللي عندكم، كنجي ليها وكنخدمها بهذه الطريقه. كنبدا كنجبد وكنطويها على بعضياتها حتى كندور على ديك العجينه كامله وكنجمعها وكنعاود نغطي عليها. كنخليها عاوتاني ربع ساعه حتى نص ساعه، وكنعاود نرجع كنكرر نفس العمليه. كنشد هذوك الاطراف كنطويهم للداخل وكنبقى كنكرر نفس العمليه حتى صافي ما كتبقاش تبغي تجبد ليا. وكنعاود نجمعها ونرجعها لنفس الاناء ونغطي عليها عاوتاني ربع ساعه حتى لنص ساعه وكنخليها كتخمر. انا كندير هذه العمليه 3 المرات ومن بعد كنخليها كتخمر. المده ديال الاختمار ديالها على حسب الجو وعلى حسب المطبخ عندكم، ممكن تاخذ لكم ساعه ونص ساعتين حتى ساعتين ونص. انا بالنسبه ليا كتاخذ من ساعه ونص حتى لساعتين باش كيتضاعف الحجم ديالها وكتخمر. صافي كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق وكنفرغ فوق منه هذيك العجينه. كنحاول نبسطها غير شويه بلا ما نخرج منها هذاك الهواء، ومن بعد كنطويها بهذه الطريقه هذه. كندخل هذوك الجنيبات وكنقرصهم حتى هما باش كيتسدوا. انا هنا وضعتها في واحد المول اولا واحد سوبيره اللي هي طويله، وللاسف اللقطه ما تصورتش فغادي نوريها لكم في هذه ديال الزيتون. كنوضعها في شي اناء كنفرش لها هنايا الورق ديال المطبخ، كنرشو بشويه ديال الدقيق وكندخلها للثلاجه كتبات فيها ليله كامله. هنا في الغد ليه من بعد ما كيصبح الصباح كنشعل الفران وكنجبد الخبز ديالي من الثلاجه. هانتوما كتشوفوا راه هو خامر ما شاء الله. كناخذ هنا واحد السكين وكنقطع غير بشويه باش ما كنهبطش فيه الخميره. ممكن كترشوا عليه شويه ديال الدقيق، ترشوه بشويه ديال الماء الا بغيتوه يجي محمر. كتدخلوه للفران، الفران اللي كيكون سخون مزيان. انا كندير فيه المقله الثقيله كنطرح فوق منها الخبز وكندير واحد الاناء فيه شويه ديال الماء في التحت باش هكذا كيجينا الخبز مقرمش وايضا محمر من على برا. هنا فاش كنخرجوه راه كيكون قاصح ولا مقرمل، كنخلوه حتى كيبرد شويه باش كيرطب، ومن بعد كنخلوه حتى كيبرد مزيان الا بغينا نقطعوه طرونش. هنا انا حضرت بزاف ديال الانواع ديال الخبز، الا بغيتوهم كلهم خليوها ليا في التعاليق. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج. الى